اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الفايش، بس الخميره بتاعته من اسهل ما يكون. هتشوفوها دلوقتي معانا الطريقه بتاعتها. حاجه سهله جدا، يعني ما فيش اي تكات فيها ولا اي حاجه متعبه. يعني الناس اللي بتبقى بتدور على خميره الفايش فاكره ان هي حاجه صعبه. لا، حاجه سهله جدا ما فيهاش اي شيء. معانا هنا هوت ب 10 جنيه من الحمص. على الكميه اللي انا هقول لكم عليها، برضو المقدار اللي هقول لكم عليه. ونص كيلو لبن مغلي سخن كده اهوت، بيتفضى في حاجه محكمه. بيتحط في حاجه محكمه كده، وتنزلي عليه بالحمص بالشكل ده. تحطي معلقتين حمص، 3 معالق حمص، هو يعني ايه الكميه اللي هتتحط فيه اي حاجه. في ناس بشوفها ان هي بتحط عليه سمسم، بس هنا حاطين عليه الحمص. ان هو اساسه بيتعمل بالحمص، من غير ما يتقلب ولا اي حاجه خالص. وبيتغطى بالشكل ده كده اهوت، وبيتقفل عليه، بيتحط عليه ملايات وتحط عليه حاجات كده. ان هو يتقفل عليه خالص عشان ياخد درجه السخونيه، عشان اللبن يقطع. هو المقصود منه ان اللبن يقطع. وغطيناه كده، حطيناه في ظرفه مطبخ وقفلنا عليه وسيبناه. هنا عملناه من الساعه 10 و 11 بالليل مثلا. طلع لحد تاني يوم 4 العصر. يعني قعد معانا فتره كبيره، اخد الليل كله ويعتبر نص النهار. هنا اهوّة هتنزل عليه بالمعلقتين من الدقيق أو 3 معالق من الدقيق تدوّبهم فيها. بس طبعًا كان المفروض إن هو يتحط في البرطمان كلّه على بعضه، يعني الحاجة اللي أنتِ مخمّرة فيها هي اللي تقلّبي فيها. بس عشان طلعت صغيّرة فإحنا قلّبناها في حاجة كبيرة كده أهوّة، ونغطّيها بالشكل ده، ونسيبها إن هي تخمر مرّة تانية. يعني هي لسه هيتخمّر تاني، وهنعمل لسه خميرة تالتة. هنشوفها كده برضه مع بعض. كده خلاص، ده الخميرة طلعت ما دام عملت العفانة اللي إحنا شُفناها في البرطمان دي. العفانة دي بتعتبر إن الخميرة طلعت خلاص، ونجحت كل حاجة. هنا الخميرة دي كنا عاملين خميرة تانية بس لسه ما طلعتش. فكنا عاملينها الصبح كده أهوّة أو الفجر. فلحد لمّا طلعت الساعة 01:00 يعني ما طلعتش معاها. يعني فضلت زي ما هي كده بالشكل ده. هي كانت بتبُص فيها لقيتها لسه زي ما هي. فبتورّيكم إن الخميرة لسه ما نجحتش. هنا هنبدأ تعجن الخميرة اللي هي التالتة. حطيت هنا أهوّة المَيّة، وحطيت عليها حوالي 2 كيلو من الدقيق. هو مش شرط المقدار معيّن، بس أنتِ بتحطي المقدار اللي أنتِ عايزاه يعني. أنا الكمية اللي إحنا عاملينها، عاملين 10 كيلو من الدقيق. وحاطين عليهم هاقول لكم برضه المقادير، وهاكتبها لكم برضه على الشاشة كده عشان تبقى معاكم المقادير. آخدة المقادير اللي هي ال10 كيلو من الدقيق، آخدة 3 كيلو من السمنة، و2 كيلو من اللبن، وآخدة ب10 جنيه خردل، وب10 جنيه كركم، وب10 جنيه حمص. الحمص بقى في الخميرة ده اللي بيتحط على الخميرة بس. خلاص، هي كده خلاص اختمرت. قعدت ساعتين تاني برضه. الحاجات دي قعدت لها حوالي ساعتين، اللي هي الخميرة اللي إحنا شُفناها، اللي هي بعد ما الخميرة ما طلعت حطينا عليها معلقتين من الدقيق، وقلبناهم وخمرناهم مرة تانية. وهنا بنعمل خميرة تانية، دي برضه لسه هتقعد تاني. يعني هتقعد لها حوالي ساعتين أو 3 حسب ما بتقعد. يعني إحنا في الشتا ما بتقعدش برضه في الشتا، لكن في الصيف بتطلع على طول. تمام، دي كده خلاص خلصت. حطيت عليها الخميرة، وقلّبت الدقيق كده أهوّة، وحطيته كده بتغطّيه برضه في مكان دافي علشان خاطر تطلع. أدي السمنة بنسيّحها، واللبن غليناه سُخن. هنا بقى هنبدأ في العجينة بتاعتنا بعد ما الخميرة ما طلعت، بعد ساعتين أو 3 من لمّا طلعت الخميرة التانية. نزلت باللبن بتاعنا، لبن دافي. هي حتى كانت غالياه. وبعدين راحت دفّيته تاني قبل ما تعمل بيه، عشان يبقى لونه يبقى دافي خالص. حطينا كوباية من السكر، حسب ما بتحبي برضه السكر. السكر حسب رغبتِك، يعني حسب ما بتحبي. ونزلت عليهم كده بتقلِّب السكر والكركم بتاعها. وهنا أهوّة شوية مَيّة، وقلِّبت الخميرة. حطِّت كيس خميرة واحد بس اللي احتاجته، ما كتّرتش يعني. بتقلِّبه بقى بالشكل ده. هي بُصّي متغطية إزاي عشان تطلع وتطلّع الخميرة بتاعتها. لسه بقى بتقلِّب، لإن في سكر في حبيبات السكر فبتدوّبها. هننزل بقى بالدقيق كده على مراحل كده أهو. واحدة، واحدة كده تنزل بالدقيق بالشكل ده. ونقلِّب بقى براحتنا لحد ما نعجن العجينة. طبعًا العجينة بتاعة العجينة دي بتاخد وقت. أنا نسيت أقول لكم على السمسم، ربع كيلو سمسم للكمية ديّة. برضه هاحط لكم وهنا الخردل اللي إحنا طحناه. أنا نسيت إن أنا أصوّر لكم الخردل، لإن الطحنة والحاجة كده أهو. ما دام إحنا مجموعة على بعض بنبقى مش مركّزين في التصوير أوي قد ما إحنا مركّزين إن إحنا نطلّع الحاجة. بس الخردل يعني بيبقى حاجة بسيطة خالص. يعني علبة اللي هي الإزازة اللي بنجيب فيها المستكة كده أهوّة، بتبقى فيها حبيبات من الخردل. طحناهم وحطيناها كده أهوّة على شوية حمص كانوا موجودين، اتطحنوا معاهم ونزلناهم على العجينة. هنا بعد ما بتقلِّب بقى بننزل بالسمنة كده أهوّة. السمنة مش بتنزل مرّة واحدة، هي بتنزل واحدة، واحدة، مش بتنزل على طول يعني. بتشوفي حسب ما العجينة هتاخد قد إيه معاكِ من السمنة.
هنبدأ بقى كده اهوت في العجينة، وادي الخميرة بتاعتنا اهي طلعت للمرة التانية، المرة التالتة اهي بالشكل ده. هنقلب كده، تنزل بقى بالخميرة. ممكن بقى لو انت مثلا جارتك عايزة تعمل فايش ولا حاجة، بتاخد من حتة العجينة دي الخميرة دي وبتخمر عندها هي عجينة فايش تاني لوحدها على طول. يعني مادام طلعت خميرة ممكن تعجني بيها أي كمية من الدقيق، مش شرط الكمية ديت هتبقى لكمية مثلا 5 كيلو ولا 10 كيلو، هي الكمية دي هتعمل لك الكمية اللي انت عايزاها. ننزل بقى بالمية كده اهوت، اللبن اللي هو بواقي اللبن بالخميرة كده اهوت، وبننزل بقى في العجينة بالشكل ده. هنبدأ نعجن كده اهوت، ونحط بقى المية بنحطها على الجنب كده بالشكل ده، بحيث ان احنا نطلع بالدقيق، يعني ميبقاش فيه دقيق من تحت، لان دايما بيبقى الدقيق من تحت وانت عمالة تعجني من فوق وفيه دقيق اصلا تحت. فبننزل بالمية من تحت كده اهوت ونبدأ نعجن. على فكرة هو العجين مجهود جامد، يعني العجين بتاع الفيش مش ان انت بتعجني 10 دقايق زي ما انت بتعجني نص كيلو دقيق في بيتك ولا الكلام ده كله، لا هو بياخد عجين، لان انت لسه عايزة تشوفي العجينة لازم يبقى ليها ملمس معين، يعني ملمس الطري. فكنا بنبدل انا وحنان كده اهوت في العجينه، هي بتعجن شويه وترتاح وانا اعجن شويه وارتاح، يعني قعدنا ايه نبدل مع بعض. اهي السمنه بدأنا ان احنا نحط السمنه بالتدريج كده، وهنقلب بقى كده اهوت بالشكل ده. هنا بدأنا احنا الاتنين نعجن مع بعض، بس الفيديو متسرع بقى معاكم مش باين ان هي كانت بتعجن يعني. ناخد حته عجينه كده ونلم اللي على الحروف الطبق دي كلها كده اهو، عشان يبقى الطبق طالع كده نضيف، ما يبقاش فيه ايه حاجه فيها عجينه طريه او عجينه ناشفه او اي حاجه. حطينا هنا برضو ميه تاني. بتبدأي برضو ان انت تقعدي تحطي ميه وتحطي سمنه وتحطي كده، بتقعدي تزودي في الحاجه بتاعتك حسب لحد ما العجينه ما تطلع معاكي الملمس بتاعها طري. هنا بصي المنظر بقى، لسه هتاخد تاني على فكره هي كده، لسه ما استكفتش، لسه هحط لها ميه تاني، لسه هنحط سمنه، بس بيبقى ليها الملمس طري خالص. يعني احنا طولنا هنا في العجين، طولته معاكي لان انا عايزه اعرفكم ان اللي هي بتاخد وقت في العجين، هي اهم حاجه فيها العجين بتاعها. خلاص كده العجينه بتاعتنا تقريبا دي اخر حاجه في الميه هنحطها، نحط برضو ممكن شويه سمنه تانيين، وخلاص كده العجينه بتاعتنا كده خلصت. اهي شويه سمنه اهو، هنقلبهم بقى في بعض كده، تعتبر اخر عجنه كده. العجينه كده خلاص طلعت، شفناها برضو عملنا لها كلها إيه، شفنا الملمس بتاعها، فطلعت طريه، عجينه طريه وحلوه كده. هتبدا ان هي تتلف كده وتحط في مكان دافي، تتلف زي ما كله ما تلف عشان تخمر بقى ويعلى للطبق، هنشوفها برضو لما تطلع. كده ما الخميره ما طلعت بندهن بقى السمنه اللي هي باقيه. يعني العجينه خدت لها حوالي 2 كيلو من السمنه، والكيلو التاني اللي هو بنصبع بيه وبندهن بيه السيفون وبنرشها على الفيش من فوق بعد ما بتصبعيه، عشان ما يطلعش منك هري كتير. دي كده بص العجينه بقى اهي اختمرت، طلعت فوق خالص ازاي. دي كده قعدت لها حوالي 3 ساعات او ساعتين ونص في الحدود ديت، يعني على ما اختمرت كده اهوت في مكان دافي. يعني اتلفت كمان ببطاطين كده اهوت، واتحطت في اوضه دافيه خالص، ما حدش ايه مقفول عليها عشان تطلع على طول. إيه هنا التصبيع بقى كده اهوت، تبلي ايدك بالسمنه وتصبعي الفيش وتحطيه كده جنب بعضه في قلب الصاج. خلاص ده كده خلصنا الفيش بتاعنا. العجينة مرحلة العجين لسه، الفيش هنشوفه بعدين. دي كده مرحلة العجين. على فكرة الخميرة سهلة جدا، محدش يعني يستصعبها ولا أي حاجة، يعني مش صعبة إن انت تعمليه في البيت وإن انت تسويه في بوتجازك أو حاجتك. يعني حاجة وهيطلع معاكي كمية كويسة، بدل إيه ما الولاد دايما بيحبوا إن هم ياكلوا الفيش بشاي بلبن بفيش ومش عارفة إيه، ده بيبقى بالفطار، بيبقى حاجة سهلة يعني في البيت. كده خلاص هو بعد ما استوى دي كده هو اختمر. هنا المرحلة دي اللي هو اختمر كده، نبدأ ان احنا نسوي فيه. دخلناه استوى، واما بيطلع بنفضيه بقى على ملاية ونقعد نفكه من بعضه. اهو بصي بالمنظر ده كده اهوت، نقعد بقى نفك الصوابع كلها من بعضها ونفردها على ملاية لحد ما ياخد ايه، ونرصه كده في الصاجان واحد واحد، نحطه اهو بنعدله كده اهو، نرصه تاني في الصاج بحيث ان هو يخش الفرن يتحمص ويطلع، نقلبه تاني برضو عشان يتحمص، ونحطه على ملاية، نفرده على ملاية كده اهوت عشان يتهوى. هنشوف برضو ايه مع بعض. هنا ابني قاعد عمال بيساعد عمته اهو بالشكل ده. نقعد بقى نرصه بقى كده اهوت، هو بص لونه ابيض ازاي، هيطلع معانا لونه غامق كده شويه بعد التحميص.
هنشوف لان هنا ما فيش ولا حاجة اتحمصت، إحنا لسه بنسوي وبنفضّي وبنرص في الصِّجان اللي هي إيه فضيت يعني، أهو هنا اتحمّص من وِش، نبدأ بقى إن إحنا نقلبه على الوِش التاني، هنا بنقلب الوِش التاني عشان الوِش التاني لسه لونه فاتح أهو، نبدأ إن إحنا إيه نغمّقه شوية كمان. وبنفرده بقى زي كده أهوّة على ملاية كده أهوّة، نفرده ونحطه يتهوّى في الهوا، ده كده متحمّص، ده كده خالص. أهو هنا باورّيكم اللي هو المتحمّص من اللي هو إيه مش متحمّص، ده كده اتحمّصت من ناحيتين، وهنا اللي في الفرن اللي هو بيطلع من الفرن بنحمّص فيه كده أهو، أهو بالشكل ده. وآدي بقى إيه الفيديو، اعملي لايك للفيديو لو ما عملتيش لايك للفيديو، اعملي لايك للفيديو يعني مش هتخسري حاجة لو دوستِ كده بصباعِك عليه. وهنا بقى سِبناه إن هو يتهوّى، آدي الفيديو آدي الفايش أهو بس اللون الأصفر بتاعه، يا رب الفيديو يعجبكم وأشوفكم على خير.